أهلا أهلا، تعالوا أحكي لكم حكاية. هحكي لكم النهاردة حكاية الثعلب والعنب. كان في ثعلب فضل يتمشى في الغابة، وكان شايف شجر فيه عنب، والعنب كان شكله جميل ومغري قوي. وكان الثعلب جعان ونفسه ياكل من العنب. فضل ينط ويحاول انه يوصل لعناقيد العنب، لكن كان بيفشل في كل مرة. واخر ما تعب قال اكيد العنب ده مش ناضج، واكيد طعمه وحش ومش حلو، ومشي لبيته وهو فاقد الامل وجعان. ولما روح البيت حكى لباباه اللي حصل معاه، فباباه قال له انت استسلمت بسرعة وما حاولتش تغير طريقة تفكيرك وتحاول انك توصل للحاجة اللي انت عاوزها. بكرة لازم تروح تاني وتحاول بطريقة تانية انك توصل للعنب، وتشوف اذا كان طعمه حلو ولا كان لسه مستواش وفعلا طعمه وحش. وبالفعل راح الثعلب تاني يوم لنفس المكان وحاول يلاقي طريقة تانية علشان يوصل للعنب ويدوق طعمه. وبالفعل فضل يدور لحد ما لقى في الجنب التاني في ترابيزة جميلة موجودة. راح نط عليها ومنها راح نطت على شجرة العنب وأخد عنقود عنب، ومن هنا أكل منه ولقى أن طعمه جميل جدا. واكتشف أنه اتسرع في حكمه لما قال أنه أكيد طعمه مش حلو من قبل ما يجربه، وقال أنا هقطف من العنب ده كتير علشان أهديه لوالدي اللي كان السبب في إني أحاول مرة تانية وأغير من طريقة تفكيري وأدوق الحاجة وأجربها قبل ما أحكم عليها. وهنا نتعلم إننا لازم يبقى عندنا صبر، لازم نحاول، ممكن نغير طريقة تفكيرنا علشان نوصل للحاجة اللي احنا عاوزينها، وفي نفس الوقت ما نحكمش على حاجة قبل ما نعرفها ونجربها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، استنوني في حكاية جديدة. باي باي.